نصيحة مجي من عند عم رمضان. من المواد الأساسية لتحضير أطباق رمضان الجبن، اللي الحليب هو المكون الأساسي في تركيبته. قبل ما يتجمد ويتخمر ونشوفوا الجبن بأنواعه حاضر للاستهلاك. أما الأكيد أنه الجبن عنده قيمة غذائية عالية وهضمه سهل، فيه الدهون والأملاح وغني بفيتامينات A و B و D. لكن أكبر ميزاته هي احتوائه على الكالسيوم والفوسفور الضروريين لصحة العظام والأسنان، وحتى البكتيريا الموجودة في تركيبته نافعة لمناعة الأمعاء ووقايتها من الأمراض. في العالم فما أكثر من 1000 نوع من الجبن تستعمل في برشا اختصاصات، وحتى كوجينتنا ما تنجمش تستغنى على عديد الأنواع منه، لأنه نجم يعوض اللحم ولا الدجاج على خاطر فوائده كبيرة ويعطي للبدن اللي يحتاجه من بروتينات على طول النهار. في رمضان الجبن حاضر وبقوة، الأبيض في سلايد، جرويير ومرحي في الطاجين والبريك والتارت ساليه، والموتزاريلا في المقرونة والبيتزا وغيرهم من الماكلة البنينة اللي الجبن ما ينجمش يغيب عليها. شاهي طيبة، ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند مجي.